الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. أي والله لتؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقال بالشاة الجلحاء من الشاة القرنة. كل واحد لازم يرد الحق لصاحبه. قلت فيه كلمة بغيبة، بهتان، بافتراء، بسوء ظن، وحديث تحدثت عنه، بتصرف فعلته معه، أخذت عليه شيء، منعته من حق، منعته أجره، وقد عمل لك ما يجب. كل هذه مظالم لازم أن تردها لصاحبه. الشاة الجلحاء التي ليست مكلفة يقتص لها يوم القيامة ويقال لها من ذات القرون عدل من الله عز وجل، عدل من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. انظروا خطر الظلم. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، أي عاهد بي وذمة رسوله ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى عمله ولم يعطه أجره. هذا خطير، أخذ منه العمل واستوفاه ثم لم يعطه